أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يثمثن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله قبول الأعمال الصالحات، وأسأل الله أن يوفقنا لصيام هذه الأيام المباركات ولقيام هذه الليالي المباركات فهذا الشهر الفضيل. رب سبحانه عز وجل كنا نسأل أن يبلغنا رمضان، وقد بلغنا رمضان، نسأل الله دوام النعم وتمامها. عنوان الدرس: التيسير ورفع الحرج. التيسير ورفع الحرج. الموضوع جاي يتمثل هذه نسقر الشكل شوية الآيات، الأحاديث، القواعد الفقهية، باش نسين بشكل معرفي منهجي منظم باش أنسعوا الفهم إن شاء الله تعالى الجامع المانع لهذا الموضوع. تزرم يتمثل تمثال تسميس الوسطية ثال الناس، الميليو ثال الناس ثاقي بغان تمدن السوالنا الغرس. أكين أخويا خير الأمور أشوف أوسطها. استقبالي ثقارن ثقرنيث ساكيث قرنيث ثالماس ثقيم ذي الخالي. يعني الحكمة يجي حكمة للتنبيه، التطرف، الاكستريميزم. أكين غاكا يسهل الطفل جاي يسهل، الجاي يسهل، ثالماس ثوار شوات ثوار. لذلك قارن ثقرنيث ساكت قرنيث ثالماس ثقيم ذي الخالي. في القرآن الكريم ربي يناد في سورة البقرة الآية 143 يناد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا بعد شهودهن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لذلك في موضوع التيسير ورفع الحرج ممكن الإنسان يتخذ أحد طرفي النقيض، إما ييسر بلا حدود أو يعسر بلا قيود. في الطرف كان هكا الاكستريميزم، كان هكا إما التعسير الشدة وماكسيموم، أما كتفضى بولون تحرص الماء يطردق داير نغ أصف القض السرحض بلا حدود ما يطلعش إذا تتخضر كيف في الماس. لذلك موضوع التيسير السلمة كل آيات دي سورة البقرة، دي الصور النظام أطاس الآيات سأذكر بعدها في سورة النساء أسنسل إن شاء الله، في سورة الحج أسنسل إن شاء الله. نكون فرصتنا أن نتابع القرآن في المحراب، يعني نسعى الزهر أنخذ من مراجعة للقرآن الكريم، نكون ذي الظليت في القيام للتراويح من أول آية كما شاهدنا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سورة البقرة إن شاء الله لما إلى سورة الناس. صافي أدنى عدي في الآيات عند ربي تمسلايد في التيسير ورفع الحرج. هي آيات كثيرة. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. سمعنا الآية وين سمعناها؟ كلمة رب سبحانه على أمر رمضان. أشكون يتفكر منكم الآيات اللي سمعناها وراء فضيلة الشيخ في سورة البقرة؟ يلا لا يمثل الآية في التيسير في سورة البقرة واتديني سوسات جوست ابري ملي يهضر به في رمضان
أكون يعاونك شوية مع دا المشايخ الباقي كاع معنيين بالسؤال. اجتهدوا برك شوية برك. أثني غندي سورة البقرة من بعد يمد يهضر بي في رمضان يتيد يفذر. نعم ينادى ربي في سورة البقرة الآية 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعدين الآية 184 ربي هضرت في الفدية. الآية 185 شوفوا ثاس الآية 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ذي ثير شو دينا ربي سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شفماس تفهم كنيس هاد سندي سورة البقرة الآية 185 هذا ربي قال يريد يعني ربي يبغى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثلا إذا دافضيون ذا موضين مليح الطريفة سيني تشيت الشيخة سيني تشيت انت سيني نو نكيني راجل نكيني ذا شو المعنى يستاهل ربي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية 185 من سورة البقرة. عن الحشوية نروح مثلا إلى سورة النساء. سورة النساء الآية 28 لا يكون صغيرة خاطر مازال نبداو سورة النساء ولكن شوفوا ثاس سورة النساء الآية 28 ربي يناد يريد الله ذا غير يريد يبغى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا يريد الله ربي يبغى هذه يخفف في اللون من بعد يناد وخلق الإنسان ضعيفا. ربي وني غادي يخلقني غادي ينام باش يسقراي ونكيني إلا قادي لي بطل أكني فغوي لا الخدمة أكثر من تزمرتي خاطر ربي سبحانه إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندها دوس الآية في سورة سلامس ولا غدر في سورة البقرة الآية آخر آية. شحال عدد الآيات نتاع القرآن نتاع سورة البقرة؟ عدد الآيات 286 286 ديفيزي بار 2 143. زينا دفض الآية اللي كنت دينا خمس واروث عند دين ربي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شوفوا يسكن باش تشوفوا دي لوجيسيال هكا عمل حاجة لوجيسيال الآية 143 خاطر 286 تقصد على 2 143 ممتاز 10 على 10 عمل حاجة. زين دينا ربي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية 286 ربي ناد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره. ثورة نوالد سورة النساء الآية 28 ربي ناد يريد الله أن يخفف عنكم من بعد ناد وخلق الإنسان ضعيفا. نروح لسورة الحج. سورة الحج شحال 9 الآيات 78 آية ضغاد الآية ثنقاروث آخر آية ذي الحج. زرنا ذي الحج النبي عليه الصلاة والسلام يقار مثلا في منى افعل ولا حرج سنما كل حديثية أكيد قاري الصحابة مرسين يا رسول الله نخدمك كمان زوير وزرم أعمال الحاج في اليوم العاشر يعني أس العيد يوم الحج الأكبر إلا أنت 4 أعمال. الصحابة سقسي النبي عليه الصلاة والسلام إيمان زواروا نسقروا من زواروا نسقروا نسي قارص كان افعل ولا حرج افعل ولا حرج. نغاود الحديث كي باش نشود سورة الحج آخر آية في سورة الحج الآية 78 ربي ناد وما جعل عليكم في الدين من حرج.
الآية كي آية شاملة معنى ذي الدين ياك، أما ذي الظليث ولاش الحرج الظل سيف الدين مزمير ضرا سيغيمين. شو المعنى يصدق؟ معناه رفع الحرج، رفع الحرج، التيسير ورفع الحرج في العبادات. يمور الزمير سيف الدين سيغيمين سفلاو كرسي الظل في ذيس أي فوس. يمور الزمير ضرا صدق رحيي الظل في ذيس أظلمال. يمور الزمير ضرا فعلولي ثين جنيث ثين جنيث. يمور الزمير ضرا فوع بوضي هكا ذا شات صرفا قروش القبلة ما ثين جنيش يظهرنيش القبلة ما إلا فوع بوضي أقروش القبلة. المعنى يس الظال الظال الظال. وذي الفقه يو الباب اسميس باب صلاة العاجز والمريض. وقيل العنوان الباب ذي الفقه الإسلامي باب صلاة العاجز والمريض. صفة نفاذ مبدأ التيسير ورفع الحرج نفاذ ذي الظليث نفاذ ذي اللوضو ورزمي ضراني اللوضو نغرث في ضرا صهر الطهارة الترابية. الطهارة المائية أصل والطهارة الترابية بدل. هذه اللغة فقهية. السر سوامان مولى شمان ربي ناد فتيمموا صعيدا طيبا. فقي ذي التيسير وريف غير ربي ديني اطفيت سي الشدة لأنه قال سي قارن الزمك سي الشدة لكن خاطئ ميسر. روح غير رمضان تزرمك أيضا ديال رمضان كيف كل شيء فان ثوري كنت النيض ربي ميدي يهضر في الآية 185 يناد في رمضان شهر رمضان كذا كذا بعد يناد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك أعذار المعروفة الكبر العبد المقرن ديال العمر ذلك سمطوس أوري الزمير على ذيوزم ويتصوزم على. كذلك السفر عذر آخر بالنسبة للنساء الحيض والحمل والرضاع والنفاس أربعة تلاوين أربعة. الحمل مثل السادس والرضاع مرة السطر مرة النفس مرة السطر. وكذلك إذا قلنا والحيض في كذاكي أربع أعذار خاصة بالنساء. بالنسبة للرجال أيضا وعموما كذلك بالنسبة للنساء عام الكبر رجال أو نساء ثمغر. السفر للرجال والنساء للصغار والكبار. الأعمال الشاقة الأعمال الشاقة وقال يخدم ديال الفور وقال يخدم الخدمة مقارن غير فلاح نزيك ملي غزيك خاطر ثورة السروس التراكتور ماشي مزيك سومير في أعمال صعبة وربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صفي التيسير ورفع الحرج حاضر في أمر الصيام وحاضر في أمر الزكاة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بمعنى حمال العبد يزمر يعيش طول حياته لا يزكي ما دام يسعر النصاب. ما هو نصاب الزكاة؟ ما هي أوعية الزكاة؟ ثلاثة: الحرث والعين والماشية. المراقيب ذري تنتيذ الإمام مالك في موطئه في الحديث رقم 580 في الحديث رقم 584 إفذراغيد يعني الأنصبة خاصة بالنسبة للنقدين الذهب والفضة يفكر التفاصيل يقولون سعر النصاب ما يزكيش طول حياته هذه يعيش جمال يزكي يرنا ربو تتحسفارا. لماذا؟ رفع عنه الحرج. لماذا؟ لأنه لا يملك النصاب. إذن في الحج ولكن الحديث يفعل ولا حرج يفعل ولا حرج. لذلك ربنا قال في سورة الحج الآية 78 وما جعل عليكم في الدين من حرج. أكتفي بهذا باش نختم إن شاء الله. أعود إلى الله يبارك ما شاء الله. هذا فضل يعني كرم بارك الله فيك. أدنو غال أحاديث كثيرة أدنو فدوس النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني ميكسوس اختار النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الأمور هذه يختار دائما وين فسوسا وين خفيفا سوى ما إلا ذي الإثم. ما إلا ذي الإثم فهو أبعد الناس عن الإثم صلى الله عليه وسلم. ويناد في الحديث يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. الدقة يدعو إلى التيسير، يسر يسر يسر. في الحديث وايض يشجع سين الصحابة يناسن يوصفن يناسن يسرا ولا تعسرا إلى آخر الحديث. الشاهد هو هذا، معناه يدعو إلى التيسير ورفع الحرج. كنت نفتغ مثال تطبيقي عملي. يونواس كما في حديث أبي داود رضي الله عنه إن يكفغن سن الصحابة في سفر، سن الصحابة روحا ذي مسوفار الحون من بعد يبض الوقت متظليف، وصل وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة، ولكن لم يجدا ماء للوضوء، أو بلغة الفقه لم يجدوا وضوءا. نغد وضوءا بفتح الواو. الوضوء بفتح الواو هو الماء الصالح للوضوء. الوضوء هو الفعل العمل بالضمة، وضوء ذو الخدمة ذو الوضوء. مدين وضوء المعنيس ذا من يصلح للوضوء. أنا كدين السحور نغ السحور يتعرف مرة دين السحور بفتحة مع الشدة، وقيل معنيس ذا يدهقا ذي السحور، ذي القوت يدهقا ذي السحور. الطعام المعد للسحور يسمى السحور، والسحور بالضمة مع الشدة، وقي ذي الماكلة اللي تشركني هذا هو صافي. السحور السحور، الوضوء الوضوء. في حديث أبي داود إنك سين الصحابة روح عندي مسوفر ولا شامان سرغ من الوضوء. أشو خدمان يسين السن خدمان تيمم طبقا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. تيمم زلا يفرشغل. فقيم مقارن الطهارة الترابية. قلت لكم سادتي انتقل من الطهارة الأصلية وهي الطهارة المائية إلى البدل وهي الطهارة الترابية. سقمان سكال نغرملنا خدمن تيمم زلا كيف انت ظليت الحون بعد وفنمان ذاكي في الذنب امشار نخدم ثورة. كيفاش يديروا؟ اسكو يعودوا الوضوء يعودوا الصلاة ولا ما يعودوش؟ مثلا في رأيك برأيك ما يعودش. أحسنت بارك الله فيك. هل هناك رأي آخر ليختلف الفقهاء؟ الجواب هناك رأي آخر. نعم يونسي الصحابة يخدم كدنيض سوا يعني أوري عوذارة فظلت أوري عوذارة الوضوء يزول ينفبر كذاين ماذا وايض الناس خاطئ الناس سنكيني أذ عوذة غدا الوضوء وذ عوذة الظلت فمزورو في زول التيمم في السنة يعاوذاس الوضوء صافي مخلفا فرضا الشيني وتعوض الوضوء الشيني تعوض الوضوء ثم خلفا. ولكن كل الله يبارك تحرش ما شاء الله فرضا تبضمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الريح كنت دريت النبي صلى الله عليه وسلم ميوضم غرس الصحابة أم كل مخلف الاثنين ناس يا رسول الله يضرى كذا وكذا وكذا يزور ذقونا ونعوذرا ذك أشو سينا إن يس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك.
يعني تبسيط سوا ديال السيبل سوا 5 sur 5 ما شاء الله. أصبت السنة أي غير أصبت السنة، خاطر لا تعاود الخذ معك تزول تيمم ديان تيمم بدل فلا وجه للإعادة. إناس أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. إوينا ويسينني يعاود يغلظ ويعاود يصلي ذا شو سينا إناس لك الأجر مرتين ساد الأجر دو فوا سيدي درنا خاطر يعتسف مرتين يتيمم يزول يعاود يغلظ ويزول صافي شي اللي تفرحض انت يفرح كلنا نفرح. ولذلك كان السنة الصفرة ولا قال غادي السنة غتساوي الزايدين خفيفا. السنة تبشر وتزرع الأمل وتصنع السعادة عادي. مش تفرحض بين فرح. حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود. أيها كنت فكي ثم شاوتاكي ورفع الحرج. إذن ثورة أخيرا ذكرنا في القرآن في السنة ثور مغل القواعد الفقهية. القواعد الفقهية خدمت انت الفقهاء سفغن تنتيد سي الكتاب والسنة سفغن دلاكرين خلاصات شغل لوردونونس من طبيب قواعد تمشطح يسعى تزال غرانا كل آية نوم السلام غران قول الله سبحانه وتعالى نخدم مراجعة خفيفة في سورة البقرة الآية ورد اسمكتين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عند دوسا سورة البقرة الآية 185 بارك الله فيك. أم بعد سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم سورة النساء الآية 28 بارك الله فيك يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الآية النظام وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية 78 ها تنفرع. ومن بعد غران الأحاديث من الإسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا يسر ولا تعسروا. وبعدين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يمسينا أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ويضين لك الأجر مرتين الله يبارك. الفقهاء بنت قواعد من هذه القواعد قاعدة الحرج مرفوع سيدي مسلاين الحرج مرفوع. لذلك تجي القاعدة يجي سفغن سيد الفقهاء سيد القرآن وكن السنة ثلا القاعدة النظام إذا ضاق الأمر اتسع ما يضيق الأمر أذ يوسع. إذا ضاق الأمر اتسع أتفض يون في حرج معين السند الحرج مرفوع إذا ضاق الأمر اتسع. وإذا اتسع ضاق. قاعدة النظام قاعدة اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين. قواعد صاغها السادة الفقهاء بطريقة مضبوطة محكمة استنبطوها من الكتاب والسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.